السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله كيف ديما. فاليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا واحد الطبق محبوبة الجماهير او اللوبيا الفاصوليا اللي غادي نحضروها بواحد الطريقة، والسر باش تجيكم طيبة وباش طيب لكم دغيا ما تعطلش لكم في الطياب. غادي نحتاجوا اللوبيا، دائما كتبقى على حساب افراد الاسرة، على حسب الكمية اللي غادي تكفينا. كما كتلاحظوا معايا ففي الطنجره اللي غادي نطيب فيها كندير اللوبيا، نزيد عليها البصله، مطيشه، سكنجبير، الكمون، الابزار، التحميره والخرقوم البلدي، وكنضيفوا الطروفه ديال الشحمه. هذا هو السر باش طيب لكم اللوبيا بسرعه او ما تعطلش لكم في الطياب. كنديروا طروفه ديال الشحمه، فكما كنعرفوا فاللوبيا كتبغي شويه لدم باش طيب دغيا. كنديروا شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده على حسب المتوفر عندكم. هنا كندير الماء يكون طايب، صافي، وغادي نسد عليها الكوكوت وغادي نديرها فوق البوطه على النار مهيله وكنخليوها حتى غادي طيب. بالنسبه للوبيا انا سلقتها وخليتها في داك الماء طايب، غطيت عليها وخليتها مده ديال 30 دقيقه تقريبا. بحال فاش تفيقوا في الصباح ديروها في كاسرونه وديروا عليها الماء وسلقوها وخليوها حتى غادي تبغيو تنصبوا ليها. بعد ما طبت اللوبيا ديالي فغادي نحل عليها، غادي نضيف عليها القزبور ومعدنوس مقطعين، وغادي ندير مطيشه ديال الحك او معجون الطماطم، غادي نحلها في شويه ديال الماء وغادي نضيفها على اللوبيا. نزيد مطيشه وغادي نزيد الفلفله الحاره. الا بغيتوها نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروها ما بغيتوش بلا ما ديروها. غادي ندير فلفله حاره. ما كانتش الفلفله متوفره عندي فدرت السودانيه. وسديت على الكوكوط شويه، خليتها تعاود طيب واحد شويه، غير واحد شويه، حيت راه اللوبيا طابت صافي. غادي غير نسد عليها باش يتشحروا ليا هاد المطيشه والقزبور والمعدنوس. هنايا ضفت شويه ديال زيت الزيتون، اختياريه، ما بغيتوش بلا ما تضيفوها صافي. وغادي نسد عليها 5 دقائق حتى ل6 دقائق صافي. هنا ضفت شويه ديال الماء حيت كان بان ليا واش خاصه شويه ديال الماء، وزدت عليها شويه ديال الماء صافي. وغادي نسد عليها ونخليها طيب كما قلت لكم 5 دقائق حتى 6 دقائق، وغادي نحل عليها صافي. وها اللوبيا ديالنا وجدات. هنا صافي راه وجدات. زدت شويه ديال الربيع غير باش نسمها، وزدت شويه ديال الملحه، كانت خاصها شويه ديال الملحه. الملحه دائما كتبقى على حساب الذوق ديالكم صافي. وهنا غادي نقدموها بالصحه والراحه. غادي نزول دوك الطروفه ديال الشحمه، غادي نحيدهم صافي. وغادي نقدم اللوبيا ديالي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنسوش ديما ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من وصفاتي. نخليكم على خير، بسلامه.